السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مكرونة بالوايت صوص بطريقة سهلة إن شاء الله تعجبكم. هنا معانا حلة على النار زي ما احنا شايفين، معانا حوالي لتر لبن. أنا هعمل كيلو مكرونة. لتر اللبن دوت مش لتر كامل، لكن هو نص لتر مع نص لتر مية. زي ما احنا شايفين هناخد كده الحلة ونبدأ بقى ننزل بيه اللبن زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى نسيبه كده، مش هنحط فيه ملح ولا نحط فيه أي إضافات، ولكن هنستنى لحد ما اللبن يسخن ونبدأ بقى ننزل بالمكرونة. ادي كده اللبن سخن، هننزل بقى بالمكرونة بتاعتنا وكده نزلنا بالمكرونة. هنبدأ بقى نسيبها لحد ما تستوي كده في اللبن ونشوف هيبقى شكلها ايه. تعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعها او الصوص. هنا بقى هنعمل الصوص بتاعنا. معانا هنا معلقتين زبدة على زيت، هناخد معاهم 4 معالق من الدقيق، هناخد معلقتين زبدة مع معلقتين زيت. هنبدأ بقى نعمل الصوص بتاعنا. بسم الله. هنشوح كده الدقيق مع السمنة لحد ما الدقيق ياخد كده لون صغير بسيط. زي ما احنا شايفين ادي الدقيق بدأ ياخد كده لون او يستوي معانا. هنبدأ بقى ننزل بكوباية حليب. نقلب كده. بسم الله. زي ما احنا شايفين بدأ يبقى كريمي بالشكل دوت. انا طبعا ما قطعتش الفيديو ولا حاجة. هنبدأ بقى نحط الملح بتاعنا، وحابة تحطي بقى جوز الطيب، حابة تحطي اي توابل عندك انت حباها تحطيها في المرحلة دي. تعالوا بقى هنضيف الملح شوية الفلفل الاسود او الفلفل الابيض. انا عندي هنا فلفل ابيض، عندك بقى فلفل اسود حطي، مش لازم فلفل ابيض. هنقلب كده ونبدأ بقى هنا ننزل بيه جبنة شيدر تديها طعم جميل قوي. هنقلب كده لحد ما تختفي كده في البشاميل. وهناخد كمان شوية من الجبنة الموتزاريلا. شوية بقول كده عشان يدي طعم. وهنقلب لحد ما يختفي كله كده مع بعض، والجبن كده تسيح مع الصوص. الجبنة كده ساحت في الصوص بتاعنا. هنبدأ بقى نجيب المكرونة بتاعتنا كده استوت. ودي المكرونة بعد ما استوت، طبعا فيها اللبن لسه تحت لكن هتشرب طبعا كله.
هنبدأ بقى ناخد الصوص بتاعنا ونفضيه كده على المكرونة، وهنسيب شوية للوش بتاع الطواجن، وهنقلب كله كده مع بعض. تعالوا بقى نفضيها في الطاجن. طبعا الحشوة بقى حابة تحط لها حشوة ماشي، مش حابة ممكن تحط لها فراخ، ممكن تحط لها مشروم. ما عندكش حشوة دي كده هتمشي ان شاء الله. اهي هنروح بقى نفضيها في الطواجن بتاعتنا. ودي المكرونه بعد ما فضيتها في الطاجن كده، لان الكهرباء طفت عندي، وطبعا كنت مستنيه عشان استنى لحد ما الكهرباء ترجع، لكن حسيت ان المكرونه هتشرب اللبن فقلت اعملها. وطبعا الاضاءه يعني سامحوني بقى. هنبدا بقى نفضي البشاميل اللي احنا سايبينه. نبدا بقى نفضي كده على الوش. بسم الله. هنسويه كده. هنبدأ بقى ناخد الجبنة موتزاريلا، جبنة شيدر على الوش كده. هناخد كمان شوية جبنة موتزاريلا. هنبدأ بقى ندخلها الفرن لحد ما وشها كده يحمر وتاخد لون الجبنة، ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. ودي شكل الصينية بعد ما خرجت من الفرن. يا ريت تجربوها ان شاء الله تعجبكم. وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.